السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ انا يعني النهاردة بس كنت يعني في قصة كده الواحد يعني يتأمل فيها او فكر فيها، في ان اصلا الرسالة بتاعت سيدنا موسى عليه السلام، او يعني الهدف منها ان هي كانت برضو كانت دعوة لفرعون وقومه. انتوا بس مركزين معايا، يعني سبحان الله، يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني بعت لفرعون اللي هو يعني كان يعتبر اكبر طاغية وظالم في الوقت ده، يعني وعمل مصايب ما يعلم بها ربنا، وبرضه بحثوا وقروا عن الموضوع ده. بس كمعلومة يعني ان يعني من رحمة ربنا بعت له مخصوص. وبرضه كذلك هو بعت له سيدنا موسى عليه السلام، يعني سيدنا هارون عليه السلام برضه يعني ليه بنفسه، وقال يعني انتوا برضو تكلموه بالراحة وبشويش وادعوه. كذلك برضو كده لما تيجي تدعو حد للإسلام، أو تشوف حد بيعمل غلط أو كده في الشارع أو حاجة زي كده، كلمه بالراحة وبشويش وبهداوة وكده وبالحسنى. وبرضو مع ذلك تعرفها إن أنت مش تنتظر منه إن هو يسمع كلامك. أنت ما تنتظرش منه، مش تنتظر منه إن هو يقولك حاضر وتمام وخلاص أنا مش هعملها تاني. لا لا لا، لا طبعا، لأن الهدية من عند ربنا سبحانه وتعالى، أنت بس مجرد سبب. فيعني انت بس تروح تدعوه وتعمل اللي عليك وبس. هو بقى رجع وتاب واناب وكل حاجة يبقى تمام. ما رجعش خلاص، خلاص انت مش مسؤول عن كده. انت مش مسؤول عن كده، دي برضو معلومة. وبرضو والله انا بس اهم حاجة يعني برضو لفت انتباهي ليها، ان يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعت له مخصوص لكان فرعون. برضه انت مركزين لما هو راح له اصلا وعرض عليه كامل الآية، يعني الآيات اللي ربنا اداها له عشان يؤمن بالله وكده يعني. ومع ذلك يعني نسأل الله العافية والسلام برضو ما رجعش. يعني برضو ده لو فكرنا فيها بتحصل لنا كتير جدا في حياتنا، يعني وفي ناس اللي هو لما تكون مثلا بتعمل حاجة غلط وكده، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بعت لك واحد من عند ربنا والله العظيم سبحانه وتعالى، انت مش عارف هو جاي لك منين. يقول لك طب معلش يعني صلي صوم، يعني تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. طب ما ينفعش تعمل الحاجة دي، غلط، عيب. ما ينفعش تكلم البنت دي، ما ينفعش تزعق لحد كبير في الشارع، يعني ما ينفعش. دي برضو من امور النهي عن المعروف، قصدي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيعني كل الحاجات دي والله بس يعني خواطر جات لي في دماغي وحبيت ان أنا اشاركها معاكم وبس. فيعني يا ريت ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها وكده. والله بجد انك برضو تعرف دينك وتتأمل في الآيات ربنا سبحانه وتعالى والحاجات دي. انا لسه جديد والله على الحاجات دي يعني، بس بحاول اشارككم يعني. والنضارة دي طبعا الواحد مش معتاد عليها، بس يعني جت كده بقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يوفقكم، وبس ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم.